وحري بالمسلم أن يتعلم الخشية لخالقه وأن يعاشر من هذا وصفه، فإن في قربه غنيمة. قيل للحسن رحمه الله تعالى: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثوننا عن الآخرة حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال رحمه الله: إنك والله أن تصحب قوما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يلحقك الخوف. عباد الله، إن خوف الله سبحانه وتعالى وخشيته هو الذي حرك قلوب السلف نحو لذة المناجاة وانكسار القلوب وإخلاص القصد والنية وصدق اللجوء لله. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول: قلت يا رسول الله، هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه لله درهم ما أعظم علمهم وأخلص قلوبهم، فهم يعملون الأعمال الصالحة ومع ذلك في قلوبهم من الخوف والورع والإنابة ما يتوقعون أنه قد لا يقبل منهم هذا العمل. فكيف بالذي يقيم على الذنوب وهو يرجو أن ينجو يوم القيامة؟ وكيف بالذي يعمل العمل الصغير ويمتن به وكأنه قد أخذ عهدا على الله أن يدخله الجنة؟ يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: والله لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أنفق أحدهم عدد الحصى ذهبا لظن أن لا ينجو لعظم الذنب في نفسه. كل هذا من خوف السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. عباد الله، لقد جاءت سير السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليهم وأقوالهم الصادقة شاهدة لنقاء قلوبهم ورقة أفئدتهم وعظيم صلتهم بالله سبحانه وتعالى، فلم تغرهم الدنيا ولم يفتتنوا بكثرة عملهم الصالح، وكانوا يخافون من قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: قال: لقد أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، فكلما قوي الإيمان والدين يا عباد الله كثر الخوف من الله سبحانه، ولا يزكي الإنسان نفسه وإن كان عمله الصالح كثيرا، فقد قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها ولا تمدحوا أعمالكم، بل كونوا خائفين على أعمالكم وأنفسكم من الانتكاس. وهكذا كان السلف الصالح رحمهم الله، كانوا من الخوف والورع كان لهم القدح المعلى في خوفهم وخشيتهم من الله سبحانه وتعالى. كان لهم الخوف من الله سبحانه وتعالى
كان سفيان الثوري رحمه الله كما نقل عنه عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله قال: كنت أرمق سفيان الثوري الليلة بعد الليلة ينهض مرعوبا من النوم ينادي فيقول: النار النار. وقال يوسف بن أسباط رحمه الله قال: وكان سفيان إذا أخذ في ذكر الآخرة، أي إذا ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تتعلق بالبعث والنشور وقيام الناس لرب العالمين، قال: وكان سفيان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول حتى يخرج منه الدم. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ في المصحف غطاه، أي غطى المصحف خوفا من الرياء وحبوط العمل، وألا يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشهود له بالجنة يقول: من طول السفر وقلة الزاد وبعد الطريق. هذا الكلام من يقوله؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وهو علي. يقول علي: من طول السفر وقلة الزاد، يرى أن عمله قليل، قال: وقلة الزاد وبعد الطريق. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو كان يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. حذيفة هو أمير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يعلم بعض أسماء المنافقين. كان عمر يأتي إلى حذيفة فيقول له: يا حذيفة، أعدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منافقا، أعدني منافقا. هذا من كمال دينه، أنه يخاف على دينه وعمله أنه يحبط وهو لا يدري. إذا ماذا يقول أمثالنا عباد الله الذين أكثرنا الذنوب والمعاصي والإسراف والتقصير في جنب الله عز وجل؟ إذا كان أمثال هؤلاء من العظماء من الصحابة والتابعين الأطهار الأبرار يقولون هذا الكلام، فماذا نقول نحن؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالأمر عباد الله يحتاج إلى أن يحاسب الإنسان نفسه دائما في مدخله ومخرجه، وأن يعرض عمله ما الذي قدمه في اليوم والليلة، إذا كانت الأعمال لله أو كانت الأعمال لغير الله. وكل إنسان على نفسه بصيرة، كل أحد أدرى بنفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث أنبياءه ورسله مبشرين ومنذرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وآله الطاهرين، وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. يحضرني في هذا المقام يا عباد الله مقولة عظيمة لابن القيم الجوزية عليه رحمة الله تبارك وتعالى،
وهي مقولة وإن كانت قصيرة في كلماتها إلا أنها عظيمة في معانيها. قال: إذا لم تخلص فلا تتعب. إذا لم تخلص العمل لله، إذا لم يكن هذا العمل تريد به وجه الله والدار الآخرة وما عند الله تبارك وتعالى من رفيع الدرجات، إذا لم تقصد بهذا العمل وجه الله فلا تتعب نفسك، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له جل وعلا، وكان ذلك العمل موافقا للسنة. فإذا كان العمل موافقا للسنة ولم يكن خالصا لوجه الله لم يقبل، كما قال الفضيل رحمه الله، قال: وإذا كان خالصا لوجه الله ولم يكن على السنة لم يقبل، قال: حتى يكون خالصا ويكون صوابا، يكون خالصا لوجه الله ويكون على السنة. فلا بد من هذين الشرطين، إذا لم تخلص فلا تتعب. أكتفي بهذه المقالة العظيمة في خطبة الثانية هذه، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المخلصين. الله